السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين بقى، ده فيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي انا كنت بصورها لكم. الفيديو ده طبعا عندنا القطه في البيت. القطه دي كانت عايشه في شقه حماتي تحت، وطبعا عايشه مع ماما يعني. فكانت حامل، ولما جت تولد ماما اللي كانت دايما بتاكلها وتسال عنها وكده. لما كانت القطه تغيب شويه ماما تقول ده اكيد ده القطه ولدت في مكان وكده، وكانت يعني مهتميه بيها وبتاكلها وكده. فلما القطة جت تولد سبحان الله، يعني عارفة ان ماما طبعا حنينة عليها وكده. لما جت تولد كانت ماما بتصلي، والقطة قامت جاية فرح منها كده وقامت والدة، فماما خلصت الصلاة. وطبعا ما كانش في مكان القطة تولد فيه، فقامت رايحة فرشلها في المكان ده كده وحطلها. وسبحان الله قعدت تولد وما مش خايفة من ماما ولا حاجة، لان ماما طبعا اللي بتأكلها وكده. وسبحان الله يعني كانت ماما دايما مهتمية بيها وبتأكلها وبتسأل عنها. لما جات القطة تولد قامت جاية فرح منها كده ووالدة. يعني سبحان الله، عارفة ان ماما يعني حنينة عليها وامان وكده، وجات فرح منها وقامت والدة وكده. فماما ندهت علينا بقى وقالت تعالوا شوفوا القطة وهي بتولد. فهي دلوقتي كانت بتولد كده، وطبعا عماله بقى بتخايف على ولادها، شوف عامله رجلها ازاي، عماله تلم ولادها كده فرح منها. احنا كنا بنصورها بقى كلنا بصراحه، كان منظر جميل جدا. وماما كانت فرحانه بالقطه وكده. فانا بقول لها عشان انت اللي كنتي بتاكليها وبتسالي عنها على طول، لما جت تولد فرح منك. هي سبحان الله، المنظر ده جميل جدا، حبيت بقى ان انا اصوره لكم كده. هي ولدت 3، وجت بعد كده وقامت جايبه بقى الرابع، هي جاي والده 4. فسبحان الله، يعني انا اول مره اشوف حيوان بيولد وكده. وسبحان الله، شوف الام مهما كان، الام في جميع المخلوقات بتخاف على اولادها يعني شوفوا هي خايفه ازاي على اولادها، وخايفه عليهم مننا وكده، وحنينه عليهم. فسبحان الله، الام في جميع المخلوقات حنينه على اولادها وبتخاف عليهم من اي حد. وانا ما كنتش شايفه، يعني عمري ما شفت موقف زي كده. سبحان الله، الموقف ده جميل جدا. كانوا ولادي برضه عمالين يتفرجوا، اما جدتهم ندهت لهم تعالوا شوفوا القطه وكده، جم بقى وكانوا فرحانين جدا. وماما طبعا لما لقيتها بتولد، القطه كانت يعني خايفه ومهش يعني ايه، مش عارفه تعمل ايه وكده. دي اول مره على فكره القطه تولد. فهي كانت بقى جت في ريح ماما وقامت والده وكده، يعني زي ايه بقى، ما بتقول لها كده ساعديني وكده. ماما بقى فرشت لها المكان ده وقامت حطاها، والقطه قامت والده ولادها كلهم. ما شاء الله، كان منظر جميل جدا. سبحان الله بجد، حاجه رهيبه. انا بقول لها يا ماما عشان انت اللي بتسالي عليها وانت اللي كنت بتهتمي بيها وكده، لما جت تولد جات لك انت عشان خاطر ان انت تساعديها في الولاده. سبحان الله يا رب. ودي طبعا يعني حاجه نعمه كبيره من ربنا، لما مثلا حيوان او كده ان هو يستغيث او يروح لانسان يعني ان هو يساعده. فسبحان الله، ربنا يكرمها يا رب ويجازيها خير على اللي هي عملته مع القطه ده. وطبعا حبيت ان انا اصورها لكم كده واشارككم اللحظه دي كده على القناه. انا اول مره طبعا ان انا ايه، انزل حاجه زي كده. انتوا عارفين طبعا فيديوهاتي كلها طف، بس فيديو زي ده كده والمنظر ده جميل جدا، حبيت ان انا اوريه لكم واشارككم معايا الفرحه دي. انا اولادي ما اقولكمش محتفلين في البيت، وحماتي كمان محتفلين بالقطه دي كانها فرد من العيله وولد كده، وهي كانت مهتميه بيها جدا. وطبعا الفيديو جميل. خشوا بقى كده واشتركوا في الفيديو، اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لناس كتير. وطبعا وادعوا للقطة وادعوا لحماتي بقى انها ايه، وقفت جنب القطة كده وساعدتها في الولادة بتاعتها. اشوفكم على خير واسيبكم بقى تكملوا الفيديو للاخر، بجد الفيديو جميل جدا جدا.